5 أطفال اختفوا، لو تعرف أي حاجة بلغنا. في حاجة حصلت غريبة جدا في ليلة كريسماس، بيت بيولع والأطفال اللي جوه اللي كانوا في البيت بعد ما النار هديت اختفوا، مش لاقيين ولا أي أثر ليهم ولا جثة ولا أي حاجة. وساعتها الأب والأم ما صدقوش إن عيالهم اتخطفوا. وأنا هنا مش بحكي لك عن قصة فيلم، دي قصة حصلت حقيقي. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونروح لأمريكا، ولاية اسمها ويست فيرجينيا، في سنة 1945، يعني من حوالي 80 سنة. بس وقتها كانت التكنولوجيا مش أحسن حاجة، بمعنى مفيش إنترنت ولا في كاميرات مراقبة زي اللي حاصل دلوقتي. ودي كانت قضية من أغرب قواضي التاريخ الأمريكي، لدرجة إن الأهالي بيقولوا إن الحكومة نفسها هي اللي متورطة في القضية دي. عيلة سودر، وده كان الأب من أصول إيطالية، والأم اسمها جيني، وكانت مخلفة 10 أطفال. العيلة كانت كبيرة جدا لدرجة كانوا واخدين بيت بدورين. سودر كان راجل مجتهد، ووقتها هاجر من إيطاليا وهو طفل صغير، واشتغل في حاجات كتير جدا لحد ما فتح شركة نقل كبيرة وابتدى يكسب كويس. بس كان عنده مشكلة